في البداية محدش كان واخد باله. كل يوم قطعة غسيل بتختفي من فوق السطح، مرة قميص، مرة شراب، ومرة حتى ملاية كاملة. الناس بدأت تتوتر. واحد قال أكيد عيال بتلعب. واحد تاني قال لا، ده حد بيراقبنا. لكن الحقيقة الغريبة إن السرقة كانت بتحصل في نفس الوقت كل يوم قبل المغرب بدقايق، لحد ما واحد من الجيران قرر يراقب السطح. اختفى ورا الباب مستني، والساعة قربت على المغرب والهدوء كان مخيف. وفجأة شاف راجل كبير هدومه مقطعة بيطلع السطح بهدوء ويبدأ يجمع الغسيل، لكن مش بسرعة. كان بيختار بعناية. يمسك القميص يبص له ويحطه في كيس. الجيران مسكوه فورا. حرامي، امسك حرامي يا جدع. لكن الراجل مقاومش ولا جري، بس قال جملة واحدة: أنا آسف بس البرد صعب قوي. الناس سكتت لحظة. واحد قال يعني بتسرق؟ رد وهو باصص للأرض: أنا مش بسرق، أنا بدور على الدفء. وفي اللحظة دي كل واحد افتكر هدومه اللي بتترمي وحاجات عمره ما لبسها تاني. ومن يومها ما بقاش في حرامي غسيل، لكن كل يوم قبل المغربية كان في كيس بيتحط فوق السطح مليان هدوم نضيفة. والغريب ان محدش كان بيقول ان هو اللي حطها. وفي يوم واحد جديد في العمارة سأل: هو صحيح كان في حرامي هنا؟ ابتسم جاره وقال: كان في واحد بيسرق، بس الحقيقة مش كل سرقة مجرد حاجة بتتاخد وخلاص. في ناس تفتكر ان الحرامي لما بيسرق هو بس بياخد هدوم او فلوس او حاجة مادية، بس الحقيقة اعمق بكتير. الحرامي مش بيسرق الحاجة، هو بيسرق تعبك، بيسرق شقاك، بيسرق وقتك اللي محدش شافه. كل قطعة غسيل كانت حكاية وراها تعب يوم كامل. وعلشان كده السرقة مش مجرد جريمة بسيطة، ده سرق جزء منك انت.